ابتكر على وجه الأرض من البشر والحيوانات انتهى أمره ما عدا واحد بس. يا ترى ليه هو ده بالذات اللي نجا وإزاي هيعيش في عالم كله ستات؟ بيبدأ فيلمنا بيوم عادي جدا في وقت ما بيعملوا مؤتمر في البيت الأبيض وبيحلوا فيه مشاكل سياسية. ناس بتحط خطط للمستقبل ومحدش عنده فكرة عن اللي مستنيهم قدام، وفجأة كل ده بيتغير ولسبب ما كل الذكور اللي على الأرض بيموتوا فجأة من غير أي سبب، سواء بني آدمين أو حيوانات أو حتى طيور. كل ده بيموت فجأة ومن ضمنهم كان الرئيس، والوحيدين اللي بينجوا من الكارثة دي هو شاب فاشل في حياته اسمه يورو براون والنسناس بتاعه إمبرسون. وفي الناحية التانية بنتعرف على ريجينا أوليفر، ووقت ما الكارثة دي بتحصل بنعرف إنها كانت المفروض تمسك الرئاسة، بس هي بتكون بره البلد ومحدش بيسمع عنها أي حاجة. وعادة غياب القادة في اللحظة دي بيؤدي لعواقب صعبة جدا، وبالتالي الدنيا بتتقلب والستات بتترعب وبيبدأوا يدمروا كل حاجة حواليهم وهم مش عارفين أصلا هم هيكملوا حياتهم إزاي. ومع الوقت والتوتر بيبدأ يزيد في البيت الأبيض، والموظفين بيكتشفوا إن في خلال أسبوعين هيتبهدلوا لأن الفحم هيخلص وموارد المية كمان هتختفي، وحتى كمان الأكل مش هيدوم لفترة طويلة، والحيوانات كمان مش هتتكاثر، ومستحيل يقدروا ينتجوا موارد تانية في وقت قصير. والمشكلة إن ده مش مأثر على بلد واحدة بس، لا ده مأثر على العالم كله. فالسيناتور جينيفر براون بتقرر تمسك هي الرئاسة، وبعدين بتجيلها عميلة اسمها سارة، ودي عضوة في القوى السرية للرئاسة، وبتبلغ جينيفر إنها اتبعتت على هنا بسبب خطر كبير، بس ما كانش عندها وقت تستقبل التعليمات بالتفصيل بخصوص المهمة الجديدة. كل ده يورو بيكون قاعد في شقته محبوس علشان الستات ما تستهدفهوش، بس لما الأكل بيبدأ يقل من عنده بيقرر يسيب رسالة لحبيبته ويخرج يستكشف الوضع بره عامل ازاي. وفي الوقت ده السيناتور براون بتبعت سارة في مهمة عشان تدور على بنتها هيرو، واللي ما توصلتش معاها خالص من وقت ما الكارثة دي بدأت. لكن هيرو ما بتروحش تستخبى في مكان آمن، بالعكس هي بتسافر لملجأ عشان تساعد الناس اللي محتاجة، ومن ضمنهم مرات حبيبها اللي مات. وبعدها هيرو بترجع الملجأ اللي أصحابها متجمعين فيه، وفي الأول بيبان إن في رجالة لسه عايشين في البلد، لكن بنكتشف بعدين إن الرجالة دول اتولدوا بأجسام ستات وعاملين عملية تحويل جنسي، وعلشان كده الكارثة اللي حصلت دي ما أثرتش عليهم. وبعدين بتبدأ عملية الإخلاء في مدينة نيويورك، وبنلاقي دبابات بتلف في الشوارع، ويورو وقتها بيضطر يستخبى علشان ما يتمسكش، وبيقدر يتسلل لبار محلي علشان يبعت رسالة تانية لحبيبته، وبيبقى عنده أمل إنها تكون لسه عايشة ويمكن لما تشوف الرسايل دي ترجع البيت. وعادة هو بيحاول على قد ما يقدر إنه يبعد عن الرادار، بس المرة دي بتحصل مشكلة والنسناس بتاعه بيهرب من القفص، فبيضطر يدور عليه وبيلاقيه نزل في النفق اللي مليان مية واختفى وسط المية اللي كلها جثث. فيورو بيضطر ينزل المية يدور عليه برضه علشان ما يخسرش صاحبه الوحيد، ولكن وهو ماشي بيتهيأله إنه شاف راجل تاني، بس بتطلع مجرد رؤية وهو مولع الكشاف، مش بيلاقي حاجة غير المية. وبعد ما بيخرج من المية بيدخل محل هدوم علشان يغير هدومه، بس مش بيعرف يستخبى كويس لأن صاحبة المحل بتشوفه وبتثبت في مكانها من الصدمة. واحدة من الستات اللي معاها بتقترح إنهم يمسكوه يسلموه للبوليس علشان ياخدوا مكافأة، بس بيصعب عليهم في الآخر وبيدوله هدوم نظيفة وبيسيبوه يمشي. والقلق والتوتر اللي عاشهم في الفترة الأخيرة بيخلوه على تكة، ولما بيتفرج على الفيديوهات اللي على الموبايل بيفتكر اليوم اللي شاف فيه النسناس لأول مرة، ولما النسناس بيسمع صوت صاحبه بيخرج من المكان اللي مستخبي فيه، وبعدها الاتنين بيرجعوا البيت وهم حاسين بالأمان. لكن لما يورو بيلاقي الباب بيتفتح بيكتشف إنه غلطان وإن في حد دخل الشقة، وطبعا هو محتاج يدافع عن نفسه، فبيمسك الجيتار وبيستخبى ورا الباب، بس مش بيلحق يعمل أي حاجة لأن سارة بتكون أسرع وأقوى منه فبتثبته. وبعدها بكام ساعة بتاخده توديه لأمه السيناتور براون، والطيارين اللي بياخدوه للبيت الأبيض بيتقفل عليهم هم كمان. وسارة بعدها بتشرح لهم إنهم محتاجين يرتاحوا بعد الرحلة الطويلة دي، بس الكل بيكون عارف السبب الحقيقي، وهو إنه ما ينفعش أي حد يعرف إن ابن الرئيس عايش، وإلا هتحصل شكوك ومؤامرة وهيحصل لهم مشاكل أكبر. حتى يورو نفسه مش بيكون متحمس للي بيحصل، وبعد ما بيرتاح من كل اللي عاشه وبيلف في المكان، بس ده بيبقى هيتسبب في كارثة لأن مارلا أرملة الرئيس اللي مات بتشوفه. وقتها جينيفر وسارة بيجوا وبيقنعوها إنها بيتهيأ
لها لانها منهارة بس مش اكتر. وفي الوقت ده يورو بيستخبى، ولكن لو الموقف ده اتكرر هيعمل لهم ازمة كبيرة جدا. وعلشان كده سارة بتصمم انه يخرج من البيت الابيض، وبنت الرئيس بتحاول تعرف مامتها شافت ايه، لكن كيمبرلي بتحس ان براون بتكذب عليها. بعد كده جينيفر بتطلب من المساعدين بتوعها انهم يلاقوا عالم جينات يكشف على يورو عشان يعرفوا ايه اللي حصل، واشمعنى بقى هو والناس اللي معاه هم اللي عايشين بس. والرئيسة بتكون عايزة تجيب مختصين في البيت الابيض، لكن سارة بتفكرها انه خطر وانهم لازم يهربوا يورو من البلد. والعميلة بيكون عندها استعداد انها هي اللي تنفذ المهمة الصعبة دي، بس بتكون عارفة انها لازم تتم في اسرع وقت ممكن. وفي الوقت ده بنشوف واحدة مصابة وبتفوق، واول ما بتعرف ان كل الرجالة اللي في العالم ماتوا بتقول انها لازم دلوقتي هي اللي تمسك رئاسة الولايات المتحدة. وفي المشهد اللي بعده بنتعرف على نورا بريدي، ودي مستشارة رئاسية قديمة، وبتبقى بتتمشى مع بنتها الصغيرة ماكنزي بعد ما خسرت جوزها واولادها وما بقاش معاها اي وسيلة للنجاة، وده بيحسسها انها خلاص بتنهار. بس نورا بتقرر تعافر عشان تنقذ نفسها هي وبنتها. بعد كده الاخبار بتوصل البيت الابيض وبيعرفوا ان ريجينا اوليفر المرشحة الرئيسية للرئاسة لسه عايشة، وده بيخلي الموظفين يتقسموا نصين. جزء منهم بيكون واقف في صف جينيفر براون، والجزء التاني بيكون عايز ريجينا اوليفر او كيمبرلي بنت الرئيس. وبكده جينيفر ما بيكونش عندها حل تاني غير انها توافق على قرار سارة وتخلي ابنها ينقل لمكان تاني امن. فسارة بتجيب الطيارين اللي خدوه على البيت الابيض، وعشان تشجعهم بتوعدهم انها هتديلهم وسام الابطال وانهم هيترقوا لو نجحوا في المهمة دي. والطريقة الوحيدة اللي تقدر تطلع بيها يورو من المبنى ده بامان هي انها تخبيه في عربية مع الجثث. ولكن ابنها بيرفض وبيفكر في خطة تانية، لكن سارة بتكون مصممة وبتقول له انهم مش هيقدروا يخاطروا، ويورو مضطر انه يستحمل. وفعلا سارة بتقدر تهرب يورو وبتوصله للهليكوبتر اللي ناوية تسوقها بنفسها. والمفروض ان الهليكوبتر التانية اللي فيها بنات بس هتطير قدامهم كإلهاء، بس اول ما الهليكوبتر بتوصل لمنطقة معينة بيختفوا، وفجأة الهليكوبتر اللي قدامهم بتنفجر. واول ما يورو بيشوف المنظر ده بيترعب، بس سارة بتفضل هادية لانها عارفة ان ده كان تمن سكوت كباتن الطيارة. وبعد كام ساعة سارة ويورو بينزلوا للغابة وبيرتاحوا شوية، لكن سارة مش بتقدر تتحمل الريحة وبتقول له يغير هدومه لان ريحتها بتكون صعبة جدا، خصوصا من وقت ما كان راكب العربية اللي فيها الجثث، وهيكون احسن انه يغسل هدومه قبل ما يكملوا رحلتهم. وفي الوقت ده بنشوف هيرو اخت يورو بتخرج بتدور على مكان امن، وبتروح مع صاحبتها المتحولة جنسيا، وهم ماشيين بيعدوا على محل على امل انهم يلاقوا اي اكل. لكن بيقابلوا وقتها نورا وماكنزي، ولما هيرو بتكشف على رجل البنت بتلاحظ انها مصابة اصابة خطيرة جدا، وبتطلب من نورا انها تديلها اسعافات اولية علشان يكملوا مشي. وفي الناحية التانية في الغابة مخيم سارة ويورو بيتعرض للهجوم من عصابة، والعصابة دي كانت بتدور على اكل ومية، ولكن سارة بتحاول تشتت انتباههم وتبعدهم، وعشان تحمي يورو من اي خطر بتلبسه قناع وبيمسك عصاية وبيخوف البنات. وفعلا البنات بيمشوا، بس سارة ويورو بيقرروا انهم ما يفضلوش في نفس المكان ده وبيروحوا على اقرب قرية ليهم، وهناك بيبيعوا مولد الهليكوبتر مقابل موتوسيكل. وسارة وهي بتبص على الموتوسيكل يورو بينسى كل القواعد وبيروح على مكان بعيد علشان بيفتكر انه شاف حبيبته باس. والحركة الغبية دي بتوقعه في فخ الظباط حاطينه وبيخلوه يقلع القناع اللي على وشه، وبيكتشفوا السر بتاعه. وسارة بتضطر تدخل عشان تحميه وبتقاتل الظباط دول وبتاخد يورو من وسطهم. بس اول ما بيبعدوا سارة بتقف على جنبه وبتزعق له على تهوره وبتفكره قد ايه ان المهمة دي خطيرة ومهمة جدا، ولكنه كان هيبوظ كل حاجة دلوقتي. وفي الوقت ده هيرو وصاحبتها والام وبنتها بيلاقوا ملجأ يباتوا فيه بالليل، وهيرو بتقول لنورا ان بنتها عندها مشاكل صحية خطيرة جدا وانها محتاجة مضادات حيوية وادوية من اللي الناس سرقتها من زمان. وقتها نورا بتحس بالعجز وبتخاف على بنتها، فبتخرج تعيط بره علشان بنتها ما تشوفهاش. بس وهي بره بتلاقي ستات راكبين احصنة بيقولوا انهم اصحاب المكان ومش عاجبهم فكرة ان في ناس غريبة قاعدة في مكانهم، وبقى الستات بيتقفشوا هم كمان وبيقرروا يقتلوهم. بس وقتها نورا بتلاحظ ان واحدة من الستات دي مصابة وبتفكر في خطة علشان تنقذهم، وبتطلب من هيرو انها تكشف على البنت دي وتساعدها. فهيرو بتعمل كل اللي تقدر عليه، ولكن الجرح بيكون عميق جدا ومفيش حاجة معاهم غير السوليتيب. وبعد ساعات من المحاولة
المحاولة مش بيوصلوا لأي حاجة، والبنت للأسف حالتها بتسوء. وهنا روكسان الزعيمة بتاعت المجموعة بتقرر تنهي معاناة البنت دي، ونورا بتفهم ان روكسان في الحقيقة طيبة ومتفاهمة، وبتعزم عليهم يباتوا معاهم الليلة دي، وبتوعدهم توفر لهم المضادات الحيوية اللي محتاجينها. وبعد ما الباقي بيمشي ورا روكسان، هيرو بتكتشف ان المضادات الحيوية دي مجرد جزء بسيط من الحاجات اللي مع العصابة، لان عندهم مول كبير مليان اكل وحاجات كتير جدا. وفي الوقت ده سارة ويورو بيفضلوا ماشيين ناحية بوسطن على امل انهم يلاقوا عالمة الاحياء أليسون، بس وقتها بيلاقوا نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل البلد، وفي حراس كتير ومعاهم غاز مسيل للدموع. فسارة بتقترح عليه انهم ينفصلوا، وبيتفقوا انها تشتت انتباه الحراس عقبال ما هو والنسناس يمشوا من حوالين الحاجز. وسارة بعد ما بتقابل زمايلها بتستوعب ان غياب الرجالة ما خلاش الجريمة تنتهي، وان في مجموعات دايما بيهاجموا هارفارد وبيحاولوا يدخلوا علشان يلاقوا اجابات على اسئلتهم. وخطة سارة ويورو بتنجح فعلا، وسارة بتشتت الحراس ويورو بيدخل المقر وبيستخبى، بس هناك بيقعد تحت ايد المتمردين. ولحسن الحظ المتمردين بيفتكروه واحدة متحولة جنسيا وبيسيبوه يمشي، وبيقولوا له كمان هو يقدر يلاقي الناس اللي زيه فين وياخد الهرمونات اللي محتاجها ويستخبى. واخيرا يورو وسارة بيوصلوا وبيروحوا لشقة أليسون، وبعدها بيدخلوا مكتبها في هارفارد، ولكنها لما بتلاقي ناس عندها في البيت بتهاجمهم. بس اول ما يورو بيقلع القناع بتفهم على طول هم جايين ليه، وبتفهم انها المفروض تدرس الولد، بس بتقوله انه بقى مستحيل دلوقتي تشتغل في هارفارد لان مفيش ادوات ولا عينات بيولوجية، وعلشان كده بتقترح عليهم انهم يسافروا سان فرانسيسكو علشان يستخدموا المعمل اللي هناك. وسارة بتوافق انهم يطلعوا في رحلة خطيرة تانية، بس بتبوظ الراديو بتاعهم في الخباثة، وبتخلص من الطريقة الوحيدة اللي يقدروا يتواصلوا فيها مع الرئيسة. وبعدين بتستغل عطل الراديو ده كعذر علشان تمشي، وبتطلب من يورو يفضل مع أليسون عقبال ما هي تلاقي طريقة تانية تقدر تتواصل بيها مع البيت الابيض. وفي الوقت ده بتكون في مشاكل حاصلة علشان كل واحدة عايزة انها هي اللي تمسك رئاسة البلد، بس مش كل الناس بيبقوا مركزين على الموضوع ده. واحدة من مساعدين جينيفر براون اسمها كريستين بتتعب وبتخاف انها تخسر البيبي بتاعها، بس لما بتعمل اشاعة بتلاقي العكس، وبتعرف ان الحمل ماشي كويس واحتمال كبير ان الطفل كمان يكون ولد. وفي الناحية التانية سارة بتدخل بيت ناس غريبة، بس بتلاقي صاحبة البيت عميلة سرية زيها. فبعدها الاتنين بيتخانقوا مع بعض، وبعد ما بيهدوا بيكتشفوا ان هما الاتنين شغالين لنفس المنظمة، وانهم جايين هنا لنفس السبب، وهو انهم يلاقوا صاحبة البيت ويقتلوها. وبعد ما جينيفر بتعرف موضوع حادثة الهليكوبتر بتقلق جدا، بس كريستين بتحاول تخليها تهدى، وفريق البحث بيبلغها انهم لقوا جثث كباتن الطيارة بس. ولكن الرئيسة مش بتطمن، وبتفهم ان سارة اكيد لفقت الحادثة دي علشان تخلص من الشهود اللي ملهمش لازمة. فبتخاف وقتها لما بتفتكر ان يورو مع مجرمة خطيرة ومحدش عارف سارة ممكن تعمل ايه. بعد كده ريجينا اوليفر المرشحة للرئاسة بتروح البيت الابيض، ووقتها كامبرلي بتستغل الفرصة وبتحاول تعمل انقلاب، وده علشان تسيطر على الوضع. وفي الوقت ده أليسون بتعترف ليورو انها مش واثقة من نجاح البحث بتاعها، وانها مش عارفة اذا كانوا هيلاقوا الموارد اللي هتساعدهم يعرفوا ليه الرجالة ماتوا ولا لا. بس الحاجة الوحيدة اللي متأكدة منها هو ان يورو والنسناس هيواجهوا صعوبات كتير جدا، وقريب قوي هيبقوا عبارة عن مواد تجارب. وبعد شوية سارة بترجع على المكتب وبتقترح عليهم يتحركوا، ولسبب ما بتكذب على يورو وبتقول له انها كلمت امه ومعاهم الاذن انهم يسافروا لسان فرانسيسكو ودلوقتي حالا. وبعدها التلاتة بيبدأوا رحلتهم، وما بيعرفوش ان في دورية عسكرية بتفتش البلد، وانهم بيدوروا على سارة. وفي وقت ما الستات بيستنوا في مكان آمن، يورو بيقرر يروح لمكان المتمردين قالوله عليه، وبيروح المجتمع اللي فيه الناس متحولين جنسيا علشان يقدر يشيل القناع وهو معاهم. وسارة اول ما بتلاقيه قلع القناع بتتخض وبتتعصب عليه، بس بعد كده بتفهم ان الخطر الحقيقي مش فيه، وان الخطر الحقيقة فيها هي. وقتها
دورية بتيجي وبتوري للكل صورة سارة، والتلاتة بيهربوا من الدورية دي وبيروحوا يستخبوا في الكنيسة. وهنا سارة بتعترف لهم انها مش معاها اي حاجة يتواصلوا بيها مع البيت الابيض، وانها كانت بتاخد كل القرارات دي من دماغها. وبعدها بنشوف هيرو وصاحبتها ونورا وبنتها بيفضلوا عايشين في مجتمع روكسان. وفي الاول بيبان انهم لقوا الحياة المثالية لان في اكل ودواء وامان، بس لما نورا بتحاول تاخد بنتها من واحدة من الستات، روكسان بتزعق وبتقول لها انهم ضيوف عندها ولازم ينفذوا كل القوانين وكل حاجة هي بتقولها. وفوق كده كمان روكسان بتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تخلي ماكنزي تكره الرجالة وتنضم للحزب بتاعه. وقتها بيلاقوا اشارة تحذير، فالستات بيحطوا الحواجز على طول وبيسلحوا نفسهم عشان يدافعوا عن السوبر ماركت بتاعهم. بس بعدها بيلاقوا ان العدو عبارة عن مجموعة صغيرة من الستات الغلابة ومعاهم بنت صغيرة. فروكسان بتخرج لهم بس بتقول لهم انها ما بقتش بتستقبل ناس غريبة في المجتمع بتاعها، وحتى لما بيحاولوا يكسبوا تعاطفها بالبنت الصغيرة بترفض وبتخليهم يمشوا، وبترفض انها تساعدهم في الوقت ده. في الوقت ده أليسون بتلاقي ورقة وسط حاجة سارة مطلوب فيها القبض على سارة، فبتقترح على يورو انه يهرب لانه الظاهر كده انه في خطر وهو مع سارة، لكنه بيرفض يخون صاحبته حتى وهو عارف انها مخبية عنه حاجة. وبالليل روكسان بتلم المجتمع كله وبيحتفلوا، وفي بداية الاحتفال بتقول لهم عن لورا، وان لورا دي واحدة من اعضاء الحركة وبتقول عليها انها الامازون. وفي الاول الموضوع بيبان طبيعي، بس بعد شوية هيرو واصحابها بيحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل، وبيلاقوا البنت بتتغطى بالتراب وبعدين بيحطوها في بانيو وبيغسلوها، وبعد ما بتخرج بيباركولها وبينادوها باسم جديد واللي هو أثينا. وقتها سام بيحس انه مش مرتاح للي بيحصل وبيخرج من المكان. واحدة من اعضاء الحركة بتروح وراه وبتحذره من انه يشد مع روكسي، لكن ده بيدخلها في مشاكل وبينادولها. ولما بنرجع تاني للبيت الابيض بنشوف جينيفر بيجي لها التقرير بان فريق البحث بيستعدوا علشان يواجهوها، فالرئيسة بتخاف للفريق التاني يلاقي ابنها. بس في الوقت ده أليسون بتكون اقنعت يورو يمشي، والاتنين بيهربوا للغابة. ووقتها التوتر بيزيد والفريق بيحاول يمسك يورو وأليسون، بس سارة بتواجه جنود وبتعطل أجهزة الراديو وبتقطع أي تواصل بالبيت الأبيض. وبالليل نورا بتصحى على صوت صريخ، فبتحاول ما تعملش أي دوشة وبتبص من فتحة الباب وبتلاقي مجموعة من البنات بيعاقبوا البنت اللي اتكلمت مع سام. وللأسف نورا مش بتتدخل علشان بتخاف على بنتها، وعلشان كده هي بتوافق تنفذ قوانينهم. ومن الناحية التانية سارة بتلاقي عربية والشباب بياخدوها وبيكملوا رحلتهم لسان فرانسيسكو. ولأن يورو وأليسون حاولوا انهم يهربوا وسارة بتبدأ ما تثقش فيهم، وده بيتسبب في كارثة تانية لأنها بتنام على نفسها وهي بتسوق، فبيعملوا حادثة. وبعد ما بينزلوا من العربية أليسون بتدور على سارة بس ما بتلاقيهاش، وفجأة بتلاقي عربية عسكرية ظهر، والعربية دي ما بيكونش ليها علاقة بالبيت الأبيض. وفي الناحية التانية جينيفر بتسمع بخبر الحادثة وبتعرف كمان ان ما بين الناس اللي لقوهم كان في شاب، وبتحاول تبعد اي شكوك عن ابنها. وبنشوف يورو في الناحية التانية بيفوق وبيلاقي نفسه في بيت غريب جدا، والمفاجأة ان بيلاقي واحدة نايمة جنبه، فبيقوم يدور على النسناس بتاعه. بس وقتها بيقابل الناس اللي جابوه هنا، وبنلاحظ ان سكان المزرعة اللي يورو قاعد فيها باين عليهم انهم ناس مسالمين جدا، لكن بيرفضوا يقولوا له على مكان اصحابه. وفي الوقت ده البنات بيصحوا وبيلاقوا نفسهم في زنزانة وما عندهمش فكرة هم فين. وفي الناحية التانية جينيفر بتتكلم مع المواطنين وبتطلب منهم يوافقوا على عملية الإخلاء وما يعملوش أي مشاكل. بس بتلاقي واحدة تعرفها وسط الزحمة واللي هي باس حبيبة ابنها، واللي طول الوقت ده كانت في المستشفى. وهي بتتكلم معاه كامبرلي بتبقى بتقنع ريجينا تعمل انقلاب على جينيفر وتاخد مكانها. ولما بنرجع ليورو بنلاقيه مش مرتاح للجو اللطيف ده لأنهم مش راضيين يسيبوه يمشي، وبعدها بيرموه في الزنزانة مع البنات عقبال ما يقرروا هيعملوا فيه ايه. وفي الوقت ده جينيفر بتجيلها اخبار وحشه وبتعرف انهم اكتشفوا نوع جديد من الانفلونزا في اليونان، فبتبدا تحل مشاكل الازمه الجديده دي. بس برضه بتلاقي مشكله تانية قدامها. وقتها مارلا بتجيلها المركز وبتطلب تعرف اذا كانت الاشاعات بخصوص يورو صح ولا غلط. وفي الناحيه التانية الشباب بيبداوا يتخانقوا من حوار الزنزانه ده، ويورو وساره بيشدوا مع بعض. وقتها بيسمعوا صوت الباب وهو بيفتح، وبيلاقوا واحده جايه تقول لهم انهم اخدوا قرارهم خلاص وانهم هيسمحوا لهم يقعدوا هنا لحد ما سارة تخف، وبعدها هياخدوهم بره البلد عشان يكملوا الرحلة لسان فرانسيسكو. واصحاب المزرعة بيدوا سارة أوضة منفصلة، وقبل ما تنام بتحذر يورو وبتقول له ما تثقش في أي حد وإنه ياخد باله كويس. بس يورو
يورو بيكون شايف انها مكبره الموضوع لان اصحاب المزرعه باين عليهم مسالمين جدا، ده غير ان عندهم اكل كتير وكهرباء وميه ورفاهيات بقت نادره دلوقتي. وفي الوقت ده حزن مارلا بيزيد عن حده وبتطلع فوق السطح علشان تنط على امل انها تقابل جوزها واولادها، وبتسيب رساله لبنتها بتعتذر لها فيها عن اللي هتعمله وبتشجعها انها تكون قويه. وفي نفس الوقت بس بترجع البلد، بس بدل ما بترجع لاصحابها زي ما قالت لجينيفر بتروح لعربيه من عربيات المتمردين واللي بيكون فيها مجموعه ناويه تهجم على البيت الابيض. وبنرجع تاني لمجتمع روكسان وبنعرف ان كات بتحاول تسيب المجموعه دي، بس روكسان بتفكرها بالقوانين وبتضربها بالرصاص، لكن مش بتعترف للباقي وبتلفق الحادثه دي على انها هجوم من الاعداء. وعلشان ما تخليش حد تاني يمشي روكسان بتكثف تدريبات التنشين، ده غير انها ناويه تطرد الضيوف. ونورا لما بتعرف ده بتروح لها وبتتحايل عليها تسيبهم، بس كل المحايلات دي مش بتفرق مع روكسان، ويا دوب بتدي نورا كام يوم زياده وبتقول لها ان بعدها هي وبنتها لازم يمشوا. وبعدين روكسان بتفتكر وقت لما لقت المكان ده وبنت مجتمع امازون، وبنعرف انها من اول يوم وهي عايشه في دور الزعيمه ومفيش اي حاجه اتغيرت من وقتها، وبتفضل تحط في قوانين وتقنع السكان انها لولا حمايتها للمكان ده كانوا كلهم هيكونوا في خطر. وكل يوم بتعمل اجتماعات وبتخلي الستات يتكلموا عن الصفات الوحشه للرجاله وبتفكرهم انها المصدر الوحيد للامان. وبنشوف سام بيتمنع من التجمعات دي وبيبدا يستعد علشان يمشي، وبيخطط يروح لبيت الضيوف اللي على البحيره علشان يعمل المجتمع الخاص بيه. بس هيرو بتبدا تتاثر بكلام روكسان وبتقول لها انها مش عايزه تمشي من هنا، وروكسان بتبقى قاعده بتتفرج على خناقاتهم دي وبتستغل الفرصه وبتتلعب بهيرو تاني وبتقنعها انها ما ينفعش تخلي راجل يتكلم معاها بالطريقه دي حتى لو ما كانش راجل حقيقي. وفي الاخر الصحاب بيتفرقوا، وبالليل روكسان بتخلي سام يمشي وبتسمح له انه ياخد اكله قليل معاه. وتاني يوم روكسان مش بتعرف هيرو انها هي اللي خلت سام يمشي، بالعكس خالص دي بتعمل كل حاجه علشان تواسيها، وبتعمل كمان حفله وداع عشان يودعوا كل حاجه ليها علاقه بالذكور. والاحتفال بيخلص بحفله كبيره الكل بيستمتع بيها ما عدا نورا واللي ما قدرتش تندمج مع الباقي، وعلشان تنتقم بتولع في المول في وقت ما الكل بيبقوا بيحتفلوا. ولكن لحسن الحظ بيقدروا ينجوا، بس مواردهم كلها بتتدمر ونورا بتداري فرحتها وبتعمل نفسها حزينه على اللي حصل وبتبدا تختلط مع الباقي. وبعد اللي حصل ده بتجهز علشان تهرب بالليل مع بنتها وبتروح الغابه تطمن على حاجتها، بس بتلاقي ان في هناك عربيه بوليس فيها جثث، فبتفهم ان روكسان مش زي ما هي مبينه. ونورا هنا بتقرر تستغل المعلومات دي لصالحها. وفي وقت ما هم قاعدين لوحدهم نورا بتواجه روكسان بالاكتشاف اللي اكتشفته ده وبتوعدها انها تفضل ساكته مقابل شويه امتيازات زي ان هي وبنتها ياخدوا احسن اكل واحسن حمايه واحسن مكان يناموا فيه. ومش بس كده، دي كمان بتوعدها انها تساعدها تسيطر على المجموعه حتى بعد ما خسروا كل حاجه، وبتاكد لها انها تضمن ان الناس ما يسيبوهاش. وروكسان بتوافق على شروط نورا وبتلم بعدها البنات وبتقول لهم انهم هيتغلبوا على كل الصعوبات وهيهزموا العالم. وفي الوقت ده ساره بتبدا تخف وبتكمل تمرين، ولكنها لسه بتعاني من الهلوسه وبتشوف حاجات غريبه. لكن رغم كل ده هي بتفضل تراقب يورو واللي بيكون بدا يثق جدا في المجتمع ده وبيتعامل معاهم بعشم كبير. ولكن ساره بتبدا تشك فيهم لما واحده من اهل القريه بتروح لها وبتسالها اسئله غريبه بخصوص جهاز لقوه في العربيه اللي عملوا بيها حادثه. ولكن ساره بترفض تقول لها ايه ده، بس برضه بتكون مش عايزه يورو يعرف بموضوع الجهاز ده. وبنشوف روكسان وبأوامر منها بتلاقي مكان تاني الهيرو يباتوا فيه، وبيلاقوا مجموعه تاني من الستات عاملين احياء ذكرى للرجاله اللي ماتوا. فروكسان اللي مستخبيه ورا حقوق المراه بتعمل غاره وبتهجم على المجتمع ده علشان يسرقوا اكلهم ومواردهم، ووقتها البنات بيهجموا عليهم. بس في اللحظه دي نورا بتلاحظ ان بدل ما يسرقوا الاكل والميه بيدمروا كل الموارد بجنون كبير جدا. ولما مش بيعجبها اللي بيحصل ده بتحاول تتكلم مع روكسان، بس روكسان بتصمم ان ده الطريق الصح. وبعد ما ريجينا اوليفر بتفوق من تعبها بتستعد علشان تاخد مكان جينيفر براون، وبتقول لحلفائها يجهزوا علشان يعملوا انقلاب في خلال 30 دقيقه. وعشان يكون معاها دعم كبير ريجينا بتلجأ لكامبرلي، بس من وقت وفاة امها وكامبرلي ما بقاش عندها حماس لكل ده ولا بقى عندها طاقه تنضم للتمرد ده. وفي الوقت ده تحت مبنى الحكومه فريق باس بيزرع المتفجرات، وجينيفر براون بتروح المركز وبيتهموها انها مخبيه معلومات
معلومات عن يورو، وعشان تحمي مساعدتها الحامل بتضطر تعترف لهم وبتقول لهم ان ابنها عايش، وبتقول كمان انهم بعتوه لعالمة جينات علشان ينقذوا البشر، ولكن محدش عارف اذا كان وصل ولا لا. وقتها اللي كانوا بيدعموا جينيفر بقوا واقفين مع صف ريجينا وبيطلبوا ان جينيفر تتنازل وتدي المنصب للرئيسة الحقيقية. بس وقتها بيحصل انفجار ضخم في المبنى وبيفهموا ان المتمردين دخلوا البيت الابيض، وبنعرف ان باس واصحابها هم اللي عملوا كده وبيدخلوا من الانفاق، وبيقابلوا هناك حرس الرئيسة واللي بيجبروهم يستسلموا. بس جينيفر بتتعرف على باس، وده حتى وهي مغطية وشها، بس البنت بتشاور لها تسكت وما تفضحهاش. وقتها ريجينا بتحس انها مش عايزة تبقى رئيسة خلاص بسبب الخطر ده، وبكده جينيفر براون بتضطر تتحمل هي المسؤولية وبتتفاوض مع المتمردين وبترد على طلباتهم. فالمتمردين بيشيلوا الرهائن من مركز التحكم على امل انهم يخرجوا معاهم من مبنى، وده من غير ما يقابلوا اهل البلد. وهنا ريجينا بتقول انها المفروض تكون هي الرئيسة والكل لازم يسمع كلامها، وفي وسط كل ده بتتهم الكل بخيانتها ليها وبتحاول تكشف حلفائها ومن ضمنهم كيمبرلي، وبتقول في الاخر ان ابن جينيفر براون لسه عايش. فواحدة من المتمردين بتضربها برصاصة بس بعد ما بتكون اعترفت بكل حاجة، والمتمردين دلوقتي بيحسوا ان خطتهم كلها باظت. وفي الوقت ده يورو قعدته في المجتمع بتبدأ تعمل مشاكل، والستات اللي هناك بيبدأوا يعملوا حركات ثعبانية على امل انهم يلفتوا انتباهه، وده طبعا بما انه اخر راجل على الكوكب. وقتها سارة بتستغل فرصة ان يورو مش واخد باله واليسون مشغولة مع الناس وبتروح الغابة تدمر الجهاز اللي بيكشف مكانها. وفي الناحية التانية المتمردين مش بيقدروا يطلعوا الرهاين في الوقت المناسب، فبتيجي عصابة تانية وبتطلق الغاز من فتحات التهوية، وبنسمع صوت ضرب النار في الممرات، وده بيخلي الناس تجري في كل مكان من الخوف، واللي مش بيلحقوا يهربوا في الوقت المناسب وللأسف بيموتوا. وقتها بس بتشيل كلبشات جينيفر من غير ما حد ياخد باله وبتحاول تاخدها لبعيد، وجينيفر ما بيكونش عندها وقت تنقذ مساعدتها الحامل. بس كريستين ما بتبقاش لوحدها وكامبرلي بتساعدها، وبعدين البنات بيخرجوا من الجراج اللي تحت الارض. ولما بنرجع لروكسان بنعرف انها لقت مذكرة فيها اسامي كل الرجالة اللي عايشين، ودلوقتي روكسان بتلاقي هدف جديد وهو انها تصطاد الرجالة دول وتدمرهم علشان تحرر الكوكب. وبيقرروا يبدأوا بالراجل اللي شافوه قبل كده وعايش في قرية قريبة منهم، ولما نورا بتوري روكسان صورته بيطلع يورو. وفي الناحية التانية باس بتدي جينيفر الزي بتاعها، وقبل ما بيمشوا جينيفر بتقول لها ان ريجينا كلامها صح ويورو لسه عايش. بس بعد كده روكسان ونورا بيروحوا القرية اللي سمعوا ان فيها راجل عايش، بس لما سارة بتحس بخطر بتقول لاصحابها انهم محتاجين يمشوا من هنا بسرعة. وخبر هروبهم ده مش بيعجب يورو، بس ما بيبقاش عنده استعداد يتخانق مع سارة. ولما بنرجع للعصابة بنعرف ان روكسان قدرت تحدد المكان اللي فيه يورو، وبتقول للفريق بتاعها يجهز، وده لانهم هيهجموا كمان كام ساعة. وقتها بيجوا اتنين يقتحموا معسكر روكسان، وهيرو بتعرف منهم خبر وفاة الرئيسة، ولانها ما تعرفش ان اللقب وقتها كان راح لريجينا، فهيرو بتفتكر ان مامتها هي اللي ماتت، بس الحقيقة ان جينيفر لسه عايشة. وبعد ما جينيفر بتفترض ان بنتها كمان ماتت بتستعد علشان تهرب مع باس، لانها ما ينفعش تفضل في البلد بعد ما المتمردين بدأوا يدوروا عليها. وبالليل سام بيدخل البيت اللي فيه جينيفر وبتعرف صاحب بنتها وبيبقوا هيهربوا، ولكن البيت بيتحاصر. وفي الوقت ده كريستين وكيمبرلي بيكونوا مستخبيين في مزرعة مهجورة، وبعد ما بيصحوا كيمبرلي بتقول لها انها عارفة هم ازاي هيكونوا في امان وانهم محتاجين يورو علشان يكملوا السلالة البشرية. ولما بنرجع ليورو بنلاقيه لسه في القرية، وفجأة بيلاقوا روكسان والبنات اللي معاها داخلين يدوروا عليه. وقتها سارة بتتخض اول ما بتسمع صوت ضرب النار، وبتقول لحبيبة يورو تطلعوا من البيت عقبال ما هي تواجه العصابة دي. ولما بيلاقوا ان عدد العصابة اكبر منهم سارة بتخرج وهي رافعة ايديها وعاملة نفسها خايفة من العصابة، وبتاخد معاها البت المتحولة الراجل اللي موجودة في القرية وبتسلمها على انها الراجل اللي نجا. وقتها بيسمعوا صوت ضرب نار قوي، فسارة بتستغل الفرصة وبتهجم على البنت اللي مثبتاها وبتهرب. حتى ماكنزي الصغيرة بتنضم للمعركة، وده عشان تحاول تثبت لروكسان انها تستاهل مكان في المجتمع. وفي الوقت ده هيرو بتروح ورا اللي بيهربوا وبتضرب نار عليهم لحد ما يورو بيلف، ولما بتلاقي اخوها بتتصدم، ولكن حبيبة يورو ما بتعرفش انها اخته فبتضربها بالنار. وقتها هيرو هي مصابة بتقول له ان مامتهم ماتت، وبتقول له ان العصابة بتاعتها عايزين يموتوه، وبتقول له كمان انه لازم يهرب وعشان تكسب وقت بتقتل
واحدة من بنات العصابة، وكل ده والدنيا بتبقى لسه مقلوبة في الناحية التانية، وفجأة نورا بترفع ايديها وبتقف في النص وبتعلن استسلامهم، وده بيخلي روكسان تتجنن من الغيظ، بس محدش بيهتم. وفي الوقت ده هيرو بتقول لنورا ان يورو لسه عايش، وده بيديهم دافع وهم راجعين المعسكر بتاعهم. وهنا نورا بتفضح روكسان وبتفتح عيون البنات على الحقيقة، بس الكلام لوحده مش بيكون ليه تأثير خالص، وروكسان بتفضل تستفز نورا لحد ما نورا بتقتلها. وقتها البنات كلها بيقوموا وبيرفعوا اسلحتهم عليها، لكن هيرو بتطلع قدام وبتقف في صف نورا. وفي اللحظة دي المجتمع بيعلن انهم بقى ليهم زعيمة جديدة. وفي الناحية التانية سارة بتمشي مسافة طويلة لحد ما بتوصل ليورو وأليسون، والولد بيكون منهار وبيحس انه خسر كل اللي بيحبهم وما بقاش عنده سبب يخليه يعيش. وسارة لما بتسمع ده بتقول له انها فاهماه، وانها هي كمان اهلها ماتوا من وهي صغيرة، وبتقول ليورو انه لو حابب فهي ممكن تمشي، وانها كل ده كانت بتنفذ اوامر جينيفر، وبما انها ماتت خلاص فده معناه ان الاتفاق اللي كان بينهم خلاص اتلغى. ولكنه بيرفض وبيطلب منها تدربه عشان يبطل يكون عبء عليها ويتعلم ازاي يحمي نفسه. وفي الوقت ده جينيفر وبيس وسام بيلاقوا نفسهم محبوسين في اوضه فاضيه فيها كاميرات مراقبه، وما بيكونش عندهم فكره ان رؤساء ساره اللي في الخدمه السريه هم اللي حابسينهم. وساره بتجيلها اشاره فبتاخد اصحابها وبيروحوا العربيه، والعربيه ما بتكونش فيها بنزين بس، لا ده بيكون فيها ادوات بحث علميه وخريطه عليها طرق متحدده، ولكنهم ما يعرفوش ده طريق ايه بالظبط. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. سلام.